أهلا بكم أعزائي المشاهدين. كما عودناكم عن سلسلة حلقات النوادي السعودية. معنا النهاردة في قناتكم المفضلة كورة لوكر، معنا خبر عن نادي رأس تنورة. نادي رأس تنورة السعودي هو أحد أندية الدرجة الثالثة بالمنطقة الشرقية بالسعودية بمحافظة رأس تنورة، تأسس عام 1396 هجريا. الألوان الذي يلعب بها النادي اللون الأزرق واللون الأحمر. البلد السعودية دوري الدرجة الثالثة السعودي عام 2015-2016. أما عن الإدارة فالمالك الهيئة العامة للرياضة، رئيس النادي علي حمد بالحارس، الأمين العام حسن مصفر، المدرب طارق ضيف الله آل عبيه. بشكركم أعزائي المشاهدين، وبتمنى دايما إن انتوا تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد وحصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.